ثقيل هذا الظرف. الفائز هو كريستيانو رونالدو. أولا سأتكلم باللغة البرتغالية ثم أحدثكم باللغة الإنجليزية. في المقام الأول أريد أن أتوجه بالشكر لكل رفقائي لفريقي ريال مدريد ولكل رفقاء المنتخب كذلك. كان هو أمر رائع. 11 سنة وأنا أصعد على هذا الركح. تطلب ذلك موهبة ووقت طويل والاجتهاد والعمل. هي جائزات مهمة جماعية وفردية. إذن أتوجه بالشكر لعائلتي المتواجدة هنا. هذه الجائزة لكم لإخوتي ولي صديقتي ولي والدتي كذلك ولي ابني. سيكون أمر صعبا عندما أعود البيت. أتوجه بالشكر كذلك ماتيو وأبي، وربما قد يسافر مرة أخرى ابني. وأنا سعيد بهذه المسيرة وأنا أشكر الجميع. الآن سأتكلم باللغة الإنجليزية. شكرا للجميع، شكرا جزيلا لكل من صوت لي، لكي طبعا أشكر أيضا ليو ميسي ونيمار على الروح الرياضية وعلى تواجدهم هنا. نادي ريال مدريد، رئيس النادي، مدربي، كل اللاعبين الذين ساندونني في الحصول على هذه الجائزة. ونحن في إنجلترا للمرة الأولى نستلم جائزة أحسن لاعب، وأنا أفوز بجائزة أحسن لاعب. هذه لحظات بهيجة في حياتي الكروية. الفيفا طبعا تعطي الفرصة للجماهير المحبة لكرة القدم، وهذه فرصة سانحة لهم لكي يكونوا حاضرين، ونشكرهم على المساندة. والفائز بجائزة البوشكوش هو أوليفي جيرو. شكرا جزيلا. Thank you very much. شكرا جميعا للجميع. شكرا جميلا. شكرا جزيلا. وأنه لا شرف بالنسبة لي أن أتقبل هذه الهدية أمام أساطير. والفائز بجائزة أحسن مدرب للاعبين الذكور هو زين الدين زيدان الملقب بزيزو.
مساء الخير يا زين الدين زيدان. أولا إنجليزيتي ليست بالحسنة. سأتكلم بالفرنسية وبالإسبانية. أولا هذه الجائزة هي جائزة مجنونة لأنها تعني الكثير بالنسبة لي. هو شرف أن أكون أمام كل هؤلاء الأساطير في كرة القدم، وهو أمر استثنائي. لم أكن أتصور يوما أن أفوز بهذه الحظوة في هذا اليوم المهم. أتقدم بالشكر لكل عالم كرة القدم، مدربين وخاصة كل اللاعبين، لأن بفضلهم هنالك الفرجة على الميدان. وبالطبع أنطونيو ماسيميليانو أنا أحترمكم جدا. واليوم فزت بهذه الجائزة وكان بالإمكان أن تحصل. والفائز بجائزة أحسن حارس مرمى لعام 2017 هو جيان لويجي بوفون، جيجي، حارس نادي اليوفي الإيطالي. تهانينا على هذا الفوز. هذه لحظات صعبة. سوف أنا مجبر على التحدث باللغة الإنجليزية، ولكن إنجليزيتي لدينا مترجم أو لدينا مترجمة بجانبك. سأحاول التحدث باللغة الإنجليزية. بالنسبة لي سعيد جدا بالحصول على هذه الجائزة، لأنه شرف كبير بالنسبة لي أن أحصل على هذه الجائزة في هكذا حفل بهيج وفي سني أنا الذي شارف على ال4 عقود. وفخور جدا بهذه الجائزة، ولكن أيضا أريد أن أشكر كل زملائي في نادي اليوفي وأيضا مدربي ماسيميليانو أليغري، لأنه من دونهم لما كنت قد حصلت على هذه الجائزة الثمينة. وأريد أيضا أن أشكر كل الأشخاص الذين ساعدونني على الحصول على هذه الجائزة. أعتقد أنه في الموسم الفارط والماضي كان موسما عظيما بالنسبة لليوفي. وصلنا إلى نهائي تشامبيونز ليج، ولكن لم نتوج بلقب تشامبيونز ليج الذي استضافته مدينة كارديف. حسنا، علينا أن نذكر اسماء اللاعبين. حسنا، الظرف ثقيل جدا. علينا أن نرى فريد فيديو قبل ذلك، لم يعلموني بذلك. حسنا، كان يمكن أن تهميزني بدل قول ذلك. على العموم دست على قدمي، لم انتبه إلى ذلك. حسنا، ننتظر قليلا. ثقيل هذا الظرف. الفائز هو كريستيانو رونالدو.
أولا سأتكلم باللغة البرتغالية ثم أحدثكم باللغة الإنجليزية. في المقام الأول أريد أن أتوجه بالشكر لكل رفقائي لفريقي ريال مدريد ولكل رفقاء المنتخب كذلك. كان هو أمر رائع. 11 سنة وأنا أسعد على هذا الربح. تطلب ذلك موهبة ووقت طويل والاجتهاد والعمل. هي جائزات مهمة جماعية وفردية. إذا أتوجه بالشكر لعائلتي المتواجدة هنا. هذه الجائزة لكم